في سابقة تاريخية وتحت قبة مجلس الشعب السوري، أكد وزير التربية درام طباع أن وزارته ستدرس اللغات الكردية والسريانية والآشورية في المدارس الحكومية شمال شرق البلاد في حال عادت الوزارة لإدارة تلك المدارس مجددا. طباع في معرض رده على مداخلات الأعضاء أشار إلى أن الحكومة تعمل مع المنظمات الدولية لإعادة المدارس لعهدة وزارة التربية بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ولفت الوزير السوري إلى أنه سيتم تدريس اللغات الكردية والسريانية والآشورية لمدة ساعتين على الأقل، مضيفا أن الحكومة ليس لديها اعتراض على تدريس اللغات المحلية في المدارس، وهذا أمر طبيعي على حد قوله. وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد بدأت منذ عام 2015 بإدخال المناهج الجديدة باللغة الكردية إلى الصفوف الابتدائية الأولى في المناطق التي تديرها، ثم انتقلت بالتدريج إلى تعميم المناهج الجديدة على الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة. وتشرف الإدارة الذاتية على تدريس ما يزيد عن 300 ألف طالب يرتادون نحو 3000 مدرسة، فيما بلغ عدد الكادر التدريسي للعام الجاري نحو 30 ألف مدرس ومدرسة يتقاضون رواتبهم من الإدارة.